عن القطاع الرياضي بالمغرب، مؤكدا أنه لم يستلم سوى نصف مستحقاته عن ذهبية بطولة العالم لسباق 1500 متر داخل القاعة وبرونزية أولمبياد لندن، موضحا أنه يشارك في بطولات العالم بموسكو دون مدرب وبمعنويات تحت الصفر على حد تعبيره. اولا فبالنسبه للمشاكل اللي واجهتها، هي البدايه ديالها من وراء الالعاب الاولمبيه، يعني بحيث انا المغربي الوحيد اللي حصل على ميداليه ذهبيه داخل القاعه في بطوله العالم في اسطنبول، وبعد ذلك المغربي الوحيد اللي جاب ميداليه نحاسيه للالعاب الاولمبيه في المغرب. ويعني هذا الشيء داك الشيء اللي كنستحق ما خديتوش، يعني حتى المستحقات ديالي كانت ناقصه، ماشي يعني كان انا ذاك كان وزير السابق ديال الشباب والرياضه كان دار واحد يعني التوقيع على واحد المستحقات اللي كنا ناخذوها ديال كل ميداليه، في الاخر عطاوني داك الشيء ناقص. وكذلك بطوله العالم ذهبيه داخل القاعه، فيعني تقريبا داك الشيء كامل اللي عطاوني النص ديالو. من العيب والعار ان المغربي الوحيد اللي يجيب ميداليه للمغرب ويشرف بلاده، ورغم انني مع الاسف كنت باغي نجيبها حتى في 5000 متر في الاولمبياد، وكان جا للمغرب فكنتفاجئ بعد 10 ايام من القدوم ديالنا من لندن، يعني كيفصلوا عليا المدرب ديالي. يعني هذه بطوله العالم ما كنتش يعني كنت مدمر بزاف، يعني المورال طيح تحت من الصفر، لانه ما عنديش مدرب وكنت تمرن بوحدي، ويعني ما كانش يعني اصلا بلا مدرب ما خصنيش نشارك هنا. يعني جيت نشارك انا بطوله العالم لانني كنحب الوطنيه ديالي وكنحب الرايه المغربيه وكنحب المغرب.